الله يسلمكم جميعا. والحقيقة عيدنا الأكبر هو الاجتماع الطيب هذا، مثل ما تفضلوا إخواني السادة المحافظين. نحن خلال 60 سنة الماضية جربنا الخلاف والفرقة، والخلاف شر والاجتماع فيه خير كبير، ونحن بنقوى ببعض، نحن رأس مال لبعض. فنحن حق الكرد في سوريا الله يعلم ما كان هو خطوة سياسية على الإطلاق والمرسوم 13، وإنما هذا بإيماننا بأنه حق وواجب للشعب اللي عايشين نحن مع بعض خلال مئات السنين، فإنه نتقاسم الحقوق بين بعضنا ونؤدي واجباتنا تجاه بعض، وأن تكون حقبة جديدة في سوريا حتى ننطلق فيها بعناوين يكون كل فيها مرتاح. فكلياتنا أذانا النظام السابق وكل مكونات الشعب السوري، ما في بيت في سوريا ما نابوا الأذى من النظام السابق. وآن الأوان حتى نحن نطوي هي الصفحة الماضية وننتقل إلى أنه نحن نبني سوريا مع بعض، وأهم شيء تكون قلوبنا مجتمعة. إذا قلوبنا اجتمعت فأيادينا رح تكون مع بعض، رح نواجه التحديات مع بعض، ورح نبني سوريا كلياتنا أيضا مع بعض. وهذا أهم نصر وأهم عنوان ممكن أن نبتدئ في سوريا الجديدة. وكنت دائما بشعر بأنه نحن الثقافة الكردية غنية، وتنوعنا هذا الثقافي ما بين الكرد وعرب وتركمان وغيره هو تنوع إثرائي للواقع السوري. فخبرات كبيرة جدا أيضا موجودة في المكون الكردي، لازم أن تتاح لها الفرصة حتى تساهم في بناء الوطن الجديد اللي بنعيش فيه كلياتنا مع بعض، ونحط عنوان جديد وتاريخ جديد للواقع السوري بيختلف تماما عن ما كان عليه في السابق. يعني سجل في تاريخ سوريا يمكن لأول مرة أنه إحنا نحتفل بعيد يمثل الثقافة الكردية، وأن نجتمع أيضا في القصر الجمهوري اللي هو يمثل رأس السلطة في الدولة السورية. فربما اليوم نحن عم نكتب التاريخ بأيدينا، نصنعه بأفعالنا وأقوالنا أيضا. فهذا شيء كتير مهم، بنرفع راسنا فيه ونفتخر فيه جميعا. وأعتقد أنه هيك نحن بنكون يعني أدينا جزء من واجبنا. قدامنا لسه طريق كتير طويل، نحن ما اكتفينا بالتعاون مع بعضنا من خلال مرسوم نكتبه على ورق، بل يجب أن نطبق هذا الشيء كممارسة عملية على أرض الواقع. من النواحي التنموية رغم الظروف الصعبة شوي اللي تمر فيها سوريا، لكن نحن قبل يومين قمنا بدراسة، فممكن راح نخصص إن شاء الله صندوق لإعادة تأهيل البنى التحتية تقريبا قيمته بالمليار دولار تقريبا، وينفذ عبر يعني فترة من الزمن. وهو راح يخصص لدير الزور ولمحافظة الحسكة وللرقة أيضا بشكل خاص. فمنه أيضا تكون جزء من عوائد المنطقة وإيراداتها تكون يعني لصالح البنية التحتية في المنطقة. فإن شاء الله راح ينعكس هذا على مستوى الخدمات. وأيضا هناك كثير من الاستثمارات يعني نحاول نوجهها للمناطق الشرقية بشكل عام، خاصة بتطوير عمليات الزراعة والري وبعض الصناعات التحويلية اللي لها علاقة في المواد الأولية الموجودة في المنطقة. فتصوري المنطقة 3 محافظات شرقية راح تمشي بسرعة كبيرة إن شاء الله، لكن هي مثل ما بتعرفوا يعني تعرضت لأشياء كبيرة وصار عليها حروب متكررة وهيك يعني، ففيها حجم كبير من الدمار كسائر المحافظات الأخرى يعني. فعملية البناء راح تاخذ شوية وقت، لكن احنا إن شاء الله عاملين لنا خطة، وإن شاء الله هي تكون من المناطق النموذجية في سوريا يعني. فمن هالناحية هي لا تخافوا عليها إن شاء الله. الله يسلمكم ويبارك فيكم. أنا سعيد جدا يعني باللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل إنه يتكرر هذا التواصل بشكل دائم، ونسمع منكم أيضا يعني هي مو فقط معايدات، وإنما نطورها لبرامج عمل وتتحول لموضوع نقاش بشيء يصب في صالح المواطنين بشكل عام، ليس فقط يعني الكرد، لكن دائما المكونات بين بعضها بتحتاج بعضها. نحن إذا نظرنا لبعض كرأس مال فرح نشوف كيف ممكن نستثمر مع بعض
حالة تواجدنا واختلافنا. وإذا نظرنا لبعض على حالة من التخوف والتفرقة والكذا راح نضل نشوف بعضنا كنوع من التهديد. فإن شاء الله أنا عازم، وهذا الشيء الله يعلم قبل ما نصل إلى دمشق وقبل ما تصير في أي شيء. نحن الألم اللي تعرضتوا له نحن كنا نحس فيه، ومثل ما نحن أيضا كنا نتألم كنتوا تشعروا بهذا الألم، والمكونات البقية أيضا تعرضت إلى نوع من الألم، خاصة حتى في ظل الثورة صار في مشاكل كثيرة، يعني ما كانت كلها كحالة نموذجية حتى نتصالح مع نفسنا. لكن نحن ما بدنا نكون أسيرين للماضي، لازم نحط خطة وأهداف استراتيجية ونحاول أنه نصل إليها. إذا نضل نبكي على الأطلال فهذا شيء ما بيعملنا حلول على الإطلاق. فلازم نتجاوز المرحلة ونروح. اليوم في فرصة كتير عظيمة وثمينة جدا في سوريا، وتتمثل في أنه اليوم نحن عندنا قدرة أنه نبني قانون مع بعض ونتشارك فيه جميعا، ويكون هو الحامي والحافظ لحقوق الجميع من خلال سلطة وقوة القانون. وهذا شيء كتير مهم، وأن تكونوا جزء أنتم من صناعة القانون في البلد. فهذا للأمانة رأس مال تاريخي يجب أن تحافظوا عليه وتركزوا عليه. الأمر الآخر أنه اليوم في فرصة بناء في البلد. أحسن ما إحنا نبقى دائما سوريا تكون مهمشة وبعيدة عن محيطها الإقليمي والدولي. اليوم سوريا رجعت استعادت مكانتها الإقليمية والدولية، والعالم كله ينظر إلى سوريا على أنها فرصة جديدة، وفرص الاستثمارية فيها كبيرة جدا، وأصبحت بيئة ينظر لها على أنها مكسب بدل أن تكون هي أزمة ومشاكل أمنية ونزاعات إقليمية ومحلية، فتحولت لمطرح آخر تماما. فالفائدة العظيمة اللي تحققت من بعد سقوط نظام إلى هذا اليوم فتح طريق جديد كلي لسوريا، والعالم كله اليوم عم يحاول يستفيد من الواقع السوري الجديد. فمن باب أولى أنه نحن نستفيد من بعضنا أيضا، وتكونوا أيضا مشاركين في بناء الدولة القادمة والجديدة. ربما حصل نزاع وخلاف، بصير هذا شيء طبيعي بيقلبنا، بس أنه بصير شيء طبيعي. لكن مع ذلك المفروض نحن نتعامل دائما بحكمة مع مواقفنا، ونستثمر الفرص اللي الله عز وجل أكرمنا فيها، خاصة أنه ما في شيء اللي بيجمعنا أكثر بكثير من اللي بيفرقنا. ومصالح يعني أبنائنا وأجيال اللي من بعدنا مرتبطة بالقرارات اللي عم ناخذها اليوم. فبالتالي كتير مهم أنه نحن نحافظ على اللحظة هي، لأنه سوريا عم تمر في مرحلة إعادة بناء الدولة. فالخمس سنين الحالية كتير مهمة، لأنه إذا بنيناها صح بنعيش 200 سنة 300 سنة لقدام، وفي راسمين طريق لحل المشاكل والخلافات والتنمية وما إلى ذلك. واليوم فرصة التنمية وإعادة الإعمار في سوريا فرصة كتير كبيرة، ونحن بإيدنا هذا القرار، بإيدنا جميعا. بنحسن نبنيها بطريقة مثالية، وبنحسن نهملها، وبنحسن نحولها لبيئة صراعات. فكل ما كان وكلياتنا عنا أفكار وأحلام كتيرة، فمفروض ما نحول سوريا إلى بيئة للتجارب حتى نحن نطبق فيها أفكارنا وأحلامنا. خلص في عنا أسس وقوانين عامة بنشتغل عليها مع بعض، وبنشوف إنه كلياتنا بنطلع منتصرين لما الناس بنأمن لها نوع من الحماية، ويكونوا عايشين بيوتهم مطمئنين، وأيضا لقمة عيشهم مؤمنة عليه. هذا أهم شيء. ما بدنا كتير نفلسف القصة ونعمل منها شعارات كثيرة. هو هذا البشرية دائما تحتاج الأمان والطعام أكثر شيء، فنحن نتعاون مع بعض حتى ننمي هذه الأمور. فاليوم فرصتنا عظيمة جدا، وما في أجمل من أنه نكون إيدينا بإيدين بعض. الله يعلم هذا الشيء أهم من ثروات الدنيا بأكملها، لأن إذا كانت قلوبنا متصافية مع بعض ونحن شاعرين بوجع بعض وعم نشتغل مع بعض بشكل صادق، فالله يعلم هو هذا اللي بيجيب الخير للبلد. ونحن مو في بيئة نحن فقط عنوانها الشراكة، لا، نحن جسد واحد. خلينا نتعامل بهالعنوان هذا. نحن ما لنا شيئين بعاد عن بعض. الله عز وجل خلقنا في بيئة واحدة، وكلياتنا بشر، وما في فضل لعرق على عرق، ولا في فضل إلا اللهم بالصلاح والتقوى. فكل ما كان دافعنا هو الخير للناس، كل ما بيكون نحن أقرب إلى الله عز وجل، وأقرب لبعض نحن بنكون. خلي أهدافنا تكون يعني موجهة بهذا الاتجاه، ودون ما ذلك فهو سهل وهين بسيطة يعني. فإن شاء الله تعالى تكون فاتحة خير. وأنا يعلم الله يمكن من أعظم الأشياء يمكن اللي أفتخر فيها في حياتي أنه نحن نصل إلى مرحلة نجمع السوريين مع بعضهم،
ونعيش في أمان وسلام.